أنا عارف إن في ناس كتيرة بتسمع قصص زي دي وبتقول ده كلام فاضي وبتقول ده خيال، وأنا كنت زيهم لحد ما قريت عن الأوضة دي وحسيت بحاجة في جوايا اتغيرت. مش خوف بس، إحساس إن في أسئلة في الدنيا دي محدش عنده إجابة ليها. وده اللي هيخليني أحكي لك النهاردة عن أوضة في رومانيا مقفولة من 8 سنين ومفيش تفسير لحد دلوقتي ليه. تخيل معايا إنك ساكن في الشقة من 14 سنة، اتجوزت فيها وربيت أولادك فيها وعرفت جيرانك وبتسلم عليهم كل يوم، وفي يوم من الأيام في نص الليل حد خبط على بابك وقال لك اتفضل خد حاجتك وانزل دلوقتي عندك نص ساعة، من غير ما يقول لك ليه ومن غير ما تقدر تعمل حاجة. ده اللي حصل ل 48 شخص في سنة 1965 في مدينة صغيرة اسمها سيناي في رومانيا. الحكومة الشيوعية جت في نص الليل وطردت كل الساكنين من عمارة اسمها بلوك السبعة من